اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده حصل في مصر ومش فيلم اكشن، ودي الرواية اللي الداخلية طلعتها بخصوص واقعة سحل المواطن في الإسكندرية. انت كنت وقفت بتجري ليه؟ وقفت يا باشا، الظابط وقفه. انت كنت صور ده، صور ده بني ادم، ده بني ادم، ده بني ادم مش فاهم فيه كده ليه؟ ده بني ادم، ده بني ادم ده يا عم ما تخليها يا اخي. بيقول لك البيان بتاعهم ان في اطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول تبين انه بتاريخ 9 الجاري استوقفت حملة مرورية ميكروباص منتهي التراخيص، وتم تكليف فرد الشرطة بنقل العربية للحضانة. وأثناء استقلال فرد الشرطة للسيارة تمكن قائدها من اللحاق به ومغافلته والتشبث بالزجاج الخلفي، فاختل توازنه وسقط أرضا. وبيقول لك إن تم نقل قائد السيارة للمستشفى وخرج بعد تلقي العلاج. هي دي كل القصة اللي قالتها الداخلية. كالعادة هم ملايكة والراجل هو اللي غلطان ورخصته منتهية. يعني بالعربي كده الداخلية بتقول لك عنده حق يسحله ويدوس عليه ويموته وملوش دين علشان كان بيعطل الباشا عن عمل. طيب احنا ليه نصدق الداخلية بتاعتكم؟ لا اكيد انتم كنتم عايزينه يطلع معاكم الطلعات اللي بتطلعوها على الناس علشان تجيبوا حد وتقبضوا عليه. ولما الراجل رفض خدتوا عربيته، وعلشان كده الراجل اتمسك بعربيته واكل عيشه. ولو هنفترض ان كلامكم صح والعربية رخصتها منتهية، هل ده يديله حق يسحل الراجل كده ويوقعه في الارض ويسيبه مرمي على الاسفلت، والعربية اللي بعديه لو مش شايفاه تدوس عليه وتموته ويبقى موت وخراب ديار؟ هي دي الحكومة اللي بتقولي تحمي المواطن وبتحافظ على حقوقه؟ هي دي الداخلية والشرطة والجيش في عصر السيسي؟ المواطن ملوش أي لازمة، ده مجرد رقم بس عندهم. وعلشان أثبت لكم إنه مجرد رقم شوفوا القصتين دول. القصة الأولى دكتور محمد ناصر أحمد، وحيد والديه، مواليد 25 أكتوبر سنة 2000، خريج طب الأزهر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. استلم شهادة التخرج يوم 17 ديسمبر 2025. يوم 25 يناير 2026 وهو راجع من مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة تم استيقافه في كمين قرية سهرجة الكبرى طريق بنها المنصورة، واتخطف لجهة غير معلومة. بعدها اتعرض على نيابة متغمر، وفي 24 فبراير 2026 المحامي بتاعه خد قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي 2000 جنيه وتم سدادهم فورا. ومع ذلك الراجل لحد النهارده ما فرضوش عنه، واسرته وفريق الدفاع عنه مش عارفين حتى مكانه فين ولا سبب احتجازه ايه. وهي دي مصر يا جماعه، هي دي مصر. القصه الثانيه مصطفى احمد كان بيكتب على صفحته بوستات بينتقد فيها التعذيب في مقر الاحتجاز وبينتقد حالات الوفاه سواء للمصريين او للسودانيين أو أي جنسية تانية. وبعد ما مصطفى كتب الكلمتين دول على الفيسبوك ما عجبوش الباشا. تاني يوم الفجر على طول تم إلقاء القبض عليه من بيته، والقسم أنكر وجوده وفضل مختفي لحد ما ظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 954 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، ووجهوا ليه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، واتحبس 15 يوم وهو دلوقتي في سجن العاشر 6. الكلام ده منقول عن المحامي خالد علي علشان محدش يفتكر اننا بنألف قصص، مع انك عارف وكلنا عارفين ان في السجن آلاف المظلومين والمختفيين بقالهم سنين. وده حال اللي بيحاول يرفع صوته او حتى اللي بيحاول يمارس حياته بطريقة طبيعية. ادي دكتور بتقدير امتياز ومواطن بيكتب رأيه، الاتنين بقوا ارقام في ملفات امن الدولة. تفتكروا دي صدفة؟ والله ابدا، دي عقيدة ممنهجة، عقيدة بتقول ان المواطن ده حشرة تحت الضابط والباشا، ولو فكر يشتكي او يفتح بقه يبقى مصيره التغييب او المسلسل المعتاد بتاع قضية الارهاب المعلبة اللي بيتم تفصيلها لكل حد
بيعورهم بكلمة حق. وبعدين يطلع لنا واحد من اللي بيطبلوا يقول لك يا عم دي البلد مؤسسات والقانون بيحمي الجميع. قانون ايه يا مغيب؟ قانون ايه؟ البلطجية المقننة دي دكتور محمد ناصر المحكمة قالت إخلاء سبيله، والداخلية ضربت بحكم المحكمة عرض الحق. ليه؟ لأنهم فوق القانون، لأنهم خدوا الأوامر من السيسي لما قال لهم الضابط أحمد مش هيتحاسب. علشان كده قرروا مين يعيش حر ومين يعيش ورا القبعة. أما بقى قصة مصطفى أحمد فهي العنوان الأكبر لعصر القمع. شاب بسيط كلمتين على الفيسبوك بقوا تهديد لأمن الدولة القومي. طبعا لأن الأمن القومي عندهم هو إنك تفضل ساكت وما تتكلمش وتفضل ميت بالحياة وتتفرج على سحل أخوك في الشارع والطاطي. أنا بقول لكل واحد بيسمعني القصص دي مش مجرد حوادث، دي سيستم ماشي بيه النظام بتاع السيسي. المواطن عندهم هو وقود للمنظومة، ولو خلص الوقود ده أو فكر يمرض بيمسحوه بجر قلم. احنا عايشين في دولة بيتحكم فيها اللي بيكلموا ربنا زي ما بيقولوا وبيفصلوا الحق والباطل على مقاسهم بس. فيا دكتور محمد ويا مصطفى يا كل واحد مسحوم أو مغيب في سجونهم، صوتكم واصل، والظلم اللي بيحصل ده هو اللي بيبني الخازوق اللي هيركبوه لنفسهم في الآخر. لأن السكوت اللي انتم فاكرينه أمان ليكم يا داخلية هو في الحقيقة الانفجار اللي ملوش راجع. يا ريت تكونوا فاهمين إن التاريخ ما بيسيبش حد والظلم ليه آخر حتى لو طال 14 سنة.